Cristiano Ronaldo e Chafai, o defesa central argelino, numa equipa que, ao que parece, Luís, vai apresentar-se com 3 centrais. O Damak. Aqui vemos a configuração do Al Nassr, o alinhamento, que só tem 3 estrangeiros no 11 titular, em virtude das ausências do Talisca, do Ospina, do Piti Martínez, até do Álvaro Gonzalez, que não tarda, está recuperado, mas ainda não, e o Masharipov está no banco. Portanto, o Damak, a equipa da casa, estão a jogar em casa emprestada, eles não têm estádio próprio. O Damak é de Kamiz Mushaiti e jogam em Aba, que é 35 minutos de carro. E cá está a tua referência. Do lado direito vimos a equipa visitada, que é o Damak, a jogar com 3. Agora vai ter que levantar a cabecinha e vai tentar colocar, e consegue no seu companheiro, mas em fora de jogo. E obviamente o Sodani atrás, e agora cruzamento, mas sem grandes condições. Já bem a equipa do Damak, está toda muito junta. Ali uma brecha a equipa do Al Nassr e vai ser, não vai ser golo por mero acaso. Grande confusão, pedem penalti os homens do Al Nassr, mas o primeiro homem a tirar na baliza falhou aquilo que seria o mais fácil de concretizar. Com a baliza aberta, atirou a bola para trás. نادي ضمك يتقدم كريستيانو رونالدو. الله، نصر الدون يضرب. نعم، نصر الدون يضرب ويعلن التقدم المبكر. الله، فخامة الاسم والرقم واللون والخطوة. فخامة، غاب من غاب، الدون يكفي، وتسديد الآن. يتقدم الآن الغنام إلى كريستيانو. أوبا، الله 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 الله. اي والله، اي والله، وبدأ الكرنفال، وبدأ الاحتفال، وبدأت تصل إلى هلال عربي سوداني. الله الله الله، أجمل هدف لم يسجل في اعتراض غريب، يفضل التسديد أو التمرير، لم يفعل ذلك. والنصر عايش في الصندوق، عايش في الجو. الدون، الله على التسديدة، لكن مرت وذهبت إلى الخارج. الأهلي جاي يلعب، يستمتع، يعيش الأجواء. تذكرني ببدايتها كذلك أمام الشباب. كرة الآن جميلة بالراس، الكرة بتصل إلى الخارج. نعم، تذكرني ببدايتها مع الشباب. إلى كريستيانو رونالدو، التقدم وغريب طالت. كريستيانو رونالدو ينتظر لا المواجهة ويتحرك ويقع على أرضية الملعب، ويطالب عبد القادر بدران بالوقوف. لا شيء في الكرة، ذهبت إلى ركلة الزاوية. الله الله الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم الدكتور رمضان خيري في فيديو جديد. السكر يا جماعة موجود في كل حاجة، الأكل والشرب، حلويات، الشاي، القهوة، المشروبات الغازية. طبعا عايز أقول لك إن أنت ممكن متوسط اللي يدخل جسمك في اليوم هو حوالي ربع كيلو سكر، ودي نسبة كبيرة جدا وخطيرة جدا، وأنت لازم توقف سكر أو تقلله. هقول لك على حاجات هتحصل لك عظيمه جدا لو انت وقفت السكر. اولهم فقدان الوزن. السكر يا جماعه وجوده في الجسم نسبه عاليه بيقلل حرق الدهون، وكمان بيخليكش مسيطر على شهيتك وعايز تاكل بشكل مستمر. فلما نقلل ان شاء الله نسبه السكر في الدم ده هيخليك ان انت تحرق الدهون بشكل كويس جدا، وكمان هيخليك تتحكم في شهيتك بشكل كويس جدا. تاني حاجه ان انت لما تمنع السكر لمده شهر على الاقل، ده هيخليك ان انت تبقى اقل عرضه للاصابه بالسكر ومرض السكر من النوع الثاني،
وده طبعا حاجة مهمة جدا. تالت حاجة ان هو هيقلل الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية واللي منتشرة بين الشباب أكتر كمان من الناس الكبيرة، وده أكيد السكر ليه دور كبير فيها. رابع حاجة ان هو هيقلل الإصابة بالسرطانات يا جماعة، لأن السكر ده هو يعتبر الغذاء الأهم للسرطانات اللي بيخليها تنمو وتنتشر في الجسم. دي كانت حاجات مهمة جدا تديك حافز انك تمنع السكر ان شاء الله. اتمنى تكون الحلقة مفيدة، اتمنى تكونوا استفدتم. اشوفكم في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.